ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا انا في اول الفيديو انا عايزه اقول لكم شكرا بجد. لكل واحد وواحده دعوا لدهب وقالوا لها ربنا يشفيك ويعفي عنك وكل الكلام الجميل دوت. طبعا انا لساني عاجز عن الشكر لكم بامانه. تاني حاجه، في ناس كلمتني على الخاص وقالت لي يا نهى ده فيها ايه. انا عايزه، طبعا انا مش هقعد اقول لكل واحد، فعشان كده انا قررت ان انا اعمل فيديو عشان اعرفكم دهب كانت مشكلتها ايه من الاول. دهب من الاول هي مريضة صدر، عندها حساسية صدر جامد. اما جت تعبت وكده، انا افتكرت ان هي يعني زي كل مرة هتروح المستشفى هتاخد نفس والكلام دوت وخلاص. بعد يوم تاني يوم مثلا هتاخد، يعني كل يوم مثلا ايه جلستين او حاجة وخلاص. المرة دي الموضوع يعني فالموضوع جه معاها بحاجة اسمها يعني الاول برد، وقلب معاها بموضوع صدرها والحساسية اللي في صدرها. بعد كده قلب معاها من برد لنزلة بالتهاب رئوي حاد. طبعا البنت تعبت مع الحساسية اللي في صدرها، تعبت مني، وكانت يعني الحمد لله ان احنا وصلنا للمرحلة دي بأمانة ربنا. بنتي دخلت المستشفى يوم السبت، فضلت قاعدة على الأكسجين، أنبوبة الأكسجين، مش أكسجين عادي، ده أنبوبة أكسجين 3 أيام. خدت كمية كورتيزون بسم الله ما شاء الله، اللهم حسد، يعني اتروقت. طبعا أنا عشت أكتر من 11 يوم كنت بموت، لدرجة ان انا اغمى عليا مرتين في المستشفى. اما كل شويه الدكتور يجي يدخل ويطلع ويقول لي لا انزلي اعملي لي اشعه وانزلي اعملي لي مش عارفه ايه. بقيت انا مش فاهمه اي حاجه، اتلهيت، ما عدتش حتى بنزل فيديوهات، ما عدتش حتى يعني انا عايزه اقول لكم بصوا السمار دوت. يمكن الناس حبايب قلبي اخواتي اللي انا لقيتهم في المستشفى، صرف النظر عن اسمائهم لاني ما ينفعش ان انا، هم عارفين نفسهم كويس قوي حبايبي. كان مريوم او ولادهم، انا بتكلم باسم ولادهم، او غزول، او البنات الحلوه دي اللي ربنا يشفيها ويعفي عنها، اللهم امين يا رب. كانوا حاسين بيا قوي، لدرجة ان انا ما كنتش باكل خالص، لا اكل المستشفى ولا اكل من بره ولا الهوا، بسبب بنتي. تخيلوا يا جماعة، انا كنت بشوف دهب دي بتموت قدامي، ما كنتش ببقى عارفة انا هعمل ايه. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. طبعا كل دوت بقى كوم. وموضوع الالتهاب الرئوي ايه سببه؟ سببه ان بنتي عندها كرات الدم البيضاء اكتر من كرات الدم الحمراء، فعملت زي صديد على مجرى الرئة، فنزل ميكروب في معدتها، بقت عندها ميكروب بصدرها. يعني والله العظيم انا ما اعرفش. الحمد لله ربنا كرمنا، والحمد لله دهب خفت نوعا ما. حتى النسبة اللي كانت عندها في موضوع اللي هو الكرات الدم، المفروض ان هي تبقى 250 او 400، دي عندها 4000. كل دوت وانا برضو برجع اقول الحمد لله الحمد لله. افتكار ربنا رحمة، ومن رحمة ربنا علينا ان هو بيخصنا بحاجات كده عشان نحس ان هو فاكرنا. ومن رحمة ربنا علينا ان احنا بنلاقي تليفون يتقال لنا انتوا عاملين ايه، بنحس ان احنا فارقين، بنحس ان احنا موجودين عايشين. وانا كنت بعيد والكلام دوت، وكانت كمية الرسائل اللي كانت بتجيلي على الخاص، يا نهى انت فين، ده عاملة ايه، الكلام دوت هو ده اللي كان بيخليني يعني زي الحبل اللي انا كنت بمسك فيه بعد ربنا. دعواتكم وحبكم
والناس الحلوة اللي انا شفتها في المستشفى وتعرفت عليها، وربنا يشفي اولادهم ويعفي عنهم ويبارك لهم فيهم يا رب، اللهم امين. وطبعا حبايبي اللي هم انتوا عزوتي وبيتي الكبير وعيلتي الكبيرة، اللي انا مهما ما ادور ومش هلاقي زيكم. كفاية الطاقة الايجابية اللي انا باخدها منكم، كفاية. انت فين يا نهى؟ يعني انا في ناس كان بعتت لي والله العظيم من امريكا، من مكان اسمه الاسكا، قالوا لي انت فين، انت فين. يعني والله انا مش عارفه انا اقول لكم ايه. انا بتبسط جدا اما انتوا بتفتكروني، وانا عايزه اقول لكم شكرا 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 على كل كلمه انتوا قلتوها لبنتي، وشكرا على كل حاجه حلوه انتوا عملتوها. وزي ما قلت لكم في الاول انا لساني عاجز عن الشكر. والله يشفي ولاد الناس اللي انا كنت معاهم في المستشفى، قد ايه هم تعبانين، وقد ايه هم برضو محتاجين دعاكم. ادعوا لهم ان ربنا يشفيهم ويعافيهم. يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي، يعني اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. ان شاء الله ان شاء الله دهب عندنا بكرة المفروض ان احنا نروح تاني المستشفى نعمل تحليل واشعة تانية. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هنحتاج ان احنا نتحجز تاني، لاني انا طالعه على مسؤوليتي الشخصيه ببنتي، وبنتي لغايه دلوقتي مخفتش. بس انا بديها العلاج هنا، وان شاء الله بكره انا رايحه اديها اوديها المستشفى تعمل جلسات تانية وحاجات، وربنا يستر. وادعولي ان هي ما تتحجزش تاني، لاني انا بجد يعني انا عايزه اقول لكم انا كنت متبهدله. مش ان انا مش باكل او مش بشرب او مش بنام، او خلي كل ده يروح، ان انا متبهدله، قلبي وجاني على ده، اللي هي بنتي زي ما هي بنتكم. عايزاكم تدعوا لها، وانا عارفه ان انتوا هتدعوا لها من غير ما انا اقول الكلام دوت. وربنا يخلي لكم اولادكم، وانا بشكركم مره تانية، واشوفكم على خير. وان شاء الله كل حاجه تحصل ان شاء الله انا معاكم اول باول، وهقول لكم كل حاجه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.